العقيق من الأحجار شبه الكريمة التي تميز اليمنيون بصقلها وتطعيم الحلي والسيوف والخناجر وحتى الأثواب بها. وعبر أزمنة وحضارات الدول المتعاقبة ظل تعدين هذه الأحجار وتجارتها وفن تشكيلها والتفاخر بها وبإهدائها ميزة لليمنيين. وللعقيق أنواع كثيرة، منها العقيق الأحمر وهو معدن شبه شفاف أحمر متجانس اللون، ومن أنواعه الأحمر بدرجاته والأحمر المائل للصفرة. أما العقيق بني اللون بدرجة داكنة فيسمى سارد، وعرف تاريخيا بالعقيق الكبدي أو التمري أو السليماني. العقيق الأزرق وهو حجر شبه شفاف بلون مزرق أو سماوي، وهو لا يصل إلى درجة اللون الأزرق ولذلك يسمى سماوي. وهناك أنواع أخرى من العقيق لعل أكثرها جمالا ما يطلق عليه العقيق المصور، حيث توجد أحجار من العقيق تشكلت داخلها صورا مختلفة، لعل أشهرها العقيق المصور عليه لفظ الجلالة، وآخر مصور عليه الكعبة المشرفة. ولمعرفة المزيد عن حرفة العقيق والوسائل القديمة المتبعة في تحويل العقيق من حجر أصم إلى فصوص جميلة تضفي الجمال إلى كل ما يتطعم بها، توجهنا إلى سمسرة النحاس التي تعد المركز الأول للعقيق في صنعاء القديمة، والتقينا الأخ مصلح الحداد والذي يعمل مدربا لحرفة صقل أحجار العقيق في السمسرة، وقام مشكورا بتوضيح المراحل التقليدية لصقل العقيق. أول تلك المراحل تكسير العقيق الخام بعد تقسيته بالنار إلى قطع صغيرة، ويتم تشكيل أحجار خام العقيق واستبعاد الأجزاء غير المرغوب فيها حسب الرؤية الفنية للحرفي، وذلك باستخدام مطارق خاصة حادة الأطراف، وهذه العملية تسمى التشديف. استعدادا للمرحلة الثانية يتم تثبيت الحجر المراد صقله في رأس العود بواسطة مادة اللك، وهي مادة صمغية محضرة من برادة اللبان العربي مخلوطة بالرماد أو التراب مع قليل من زيت الترتر. بعد تثبيت الحجر على العود تبدأ مرحلة الجلخ بواسطة حجر دائري يسمى المسل أو المشوبة، ويكون مجوفا من وسطه ليوضع مقدار من الماء يستخدمه الحرفي لمنع تشقق الحجر المراد صقله، وتستمر عملية الجلخ حتى يتساوى الحجر ويصل إلى الشكل المبدئي المرغوب، وتسمى هذه العملية التشويب. المرحلة الثالثة عملية إزالة الخدوش التي تحدث في الفص نتيجة عملية التشويب السابقة بواسطة حجر تسمى المقربة، وهي تشبه المسل أو المشوبة المستخدمة في المرحلة السابقة لكنها أكثر صلابة منها، وهذه المرحلة تسمى القراب. المرحلة الرابعة وهي عملية تنعيم الفص وبداية تلميعه بواسطة حجر يسمى المطصية، ويتم في هذه المرحلة إزالة أي شوائب من المراحل السابقة ومنح الفص أولى درجات التلميع، وهذه المرحلة تسمى الطصاي. المرحلة الخامسة التلميع أو الصقال كما سماها لنا الأخ مصلح الحداد، وهي آخر مرحلة في العمل، وتتم بحك فص العقيق في حجر الطباشيرية أولا من الخلف ثم من الأمام حتى يحصل على اللمعان والتشكيل النهائيين. أما الطريقة العصرية في صقل العقيق فتستخدم فيها مكائن كهربية حديثة تحل محل الأحجار التقليدية. تستخدم ماكينة الجلخ، وهي عبارة عن ماكينة بدينمو سريعة للمساعدة في نحت الحجر وتشكيله حسب الطلب، وتحتوي على 3 شفرات تجليخ تقوم الأولى بعملية التشويب وتحل محل حجر المسل أو المشوبة في المرحلة التقليدية الأولى. الشفرة الثانية فتعوض عن حجر المقربة وتقوم بعملية القراب في المرحلة التقليدية الثانية. أما المطصية الحجر المستخدم في المرحلة التقليدية الثالثة فتحل محله شفرة ماكينة الجلخ الثالثة وتقوم بعملية الطصاي.
أما مرحلة التلميع أو الصقال فيستبدل الحجر الطباشيري بشفرة جلخ ثلاثية تكون في الجهة الأخرى من ماكينة الجلخ، وتؤدي إلى حصول الفص على اللمعان والشكل المطلوبان. وقد أوضح لنا الأخ مصلح الحداد أنه يفضل العمل بالطريقة التقليدية كونها أكثر دقة وتمنح الحرفي متعة العمل اليدوي، كما أنها تعطي نتائج أفضل من الطريقة الحديثة، وإن كانت الأخيرة تتيح إنتاج أعمال مختلفة عن ما تنتجه الطريقة القديمة.